ينضم إلينا من تونس قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري. سيد قيس، الشعب يريد دولة مدنية والشعب يريد الإسلام مصدرا للتشريع رئيسيا، هل هناك تعارض وهل هناك من حل وسط في هذين الشعارين؟ أعتقد أن الحل موجود في الصيغة التي ورد بها الفصل الأول من دستور 1 جوان من سنة 59: الدولة دينها الإسلام. ومعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية حاضرة، وكانت حاضرة بالفعل على مدى أكثر من نصف قرن، حاضرة في التشريع وحاضرة خاصة بمناسبة الموافقة على عدد من المواثيق الدولية، إذ تحفظت تونس على عدد من الاتفاقيات التي رأت أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن الشريعة الإسلامية ومبادئها كانت حاضرة في فقه القضاء، فعديدة هي القرارات التي غلبت فيها المحاكم مبادئ الشريعة الإسلامية. حسنا، إذن سيد قيس، هل خاصة يعني هل هناك توافق بالفعل على الاحتفاظ بهذا البند وكفى، أم هناك انقسام يعكسه التظاهرات التي نراها في الشارع التونسي؟ الانقسام واضح خاصة في مستوى النخبة السياسية، ولكن هذا الانقسام مرده بالأساس إلى أن بعض الأطراف من هذه النخبة أرادت أن تنسب نفسها وصية على الشعب التونسي، لأن الشعب لم يرفع مثل هذه الشعارات لا في شهر ديسمبر ولا شهر جانفي حينما بدأت الثورة، وحين تمكنت من الإطاحة بالنظام القديم لم يطرح على الإطلاق أي شعار يتعلق بالدولة وبمكانة الشريعة فيها، ولكن البعض أراد أن ينصب نفسه وصيا، وانتهز هذه الفرصة مرة أخرى من تقصد بعض الاختيارات. من تقصد بهذا البعض؟ أنا أقصد كل الأطراف في الواقع، وخاصة من أراد أن يحدث بلبلة نوعا من الانفلات الوطني الذي عاشته تونس بعد الانفلات الدستوري والانفلاتات الأمنية والإعلامية. بدأنا في انفلات وطني، فكأنهم شقوا المجتمع إلى نصفين وطرحوا مسائل لم يطرحها الشعب. المعارضة في عهد الرئيس بن علي كانت تقول إننا ننتظر الجمهورية الثانية. هل دخلت تونس في الجمهورية الثانية بالفعل، أم ننتظر الدستور والتأسيس له للبدء في دخول هذه الجمهورية؟ في الواقع مثل هذا الترقيم مقتبس من التجربة الفرنسية، وليس لنا حاجة إلى مثل هذا الترقيم. الجمهورية التونسية تتواصل بالتأكيد، تم الانحراف بها عن مقاصدها وعن مبادئها وعن قيمها في الكثير من المناسبات على مدى أكثر من نصف قرن. المهم هو أن يكون المجلس الوطني التأسيسي معبرا تعبيرا صادقا أمينا عن الإرادة الشعبية، والشعب في أكثر لم يطرح هذه المسائل. والشريعة الإسلامية كانت دائما حاضرة في تونس بالفصل الأول أو بدون الفصل الأول من الدستور، لأن الشعب التونسي هذا هو تاريخه وهذا هو موقعه الجغرافي. وتونس لن تكون مقاطعة أفغانية، ولا يمكن أيضا أن تكون دولة لا مجال للدين فيها. شكرا. هكذا هو قدر تونس، وعلى أي سلطة أن تكون بالفعل معبرة تعبيرا أمينا عن الإرادة الشعبية. شكرا لك من تونس قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري.